بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. النهاردة يا أبطال هناخد باراجراف من الباراجرافات المهمة في الترم الثاني، وده موضوع سؤال في الاختبارات وخاصة اختبار آخر العام. تعالوا نشوف كده مع بعض يا شباب. اكتب a paragraph. اكتب باراجراف of about يتكون من حوالي 80 words 80 كلمة on عن learning تعلم something new شيئا جديدا. learning something new تعلم شيء جديد. learning تعلم something new شيء جديد. كلمة learning معناها تعلم، something معناها شيء أو شيء ما، new جديد. يبقى learning something new معناها تعلم شيء جديد. last week الأسبوع الماضي I learned قد تعلمت how كيف to ride أن أركب a bike الدراجة. at first في البداية I was really scared كنت خائف جدا to get on the bike أن أركب الدراجة because I thought لأنني كنت أعتقد I would fall أنني سوف أسقط، يعني أقع من الدراجة. however مع ذلك with the help of my older brother بمساعدة أخي الكبير I started بدأت practicing في ممارسة ركوب الدراجة in a quiet park في حديقة عامة هادئة. It was hard to balance لقد كان من الصعب أن أتوازن and cycle وأركب الدراجة at the same time في نفس الوقت. My brother was patient أخي كان صبورا معي and encouraged me وشجعني to keep trying في الاستمرار في المحاولة. After a few days of practice وبعد بضعة أيام من الممارسة على ركوب الدراجة يعني I could ride the bike استطعت أن أركب الدراجة slowly ببطء. It felt amazing لقد كان شعورا رائعا to achieve أن أحقق this goal هذا الهدف اللي هو تعلم ركوب الدراجة، يعني مقصود بالهدف هنا تعلم ركوب الدراجة. I am so proud of myself أنا فخور جدا بنفسي. I advise young people لذلك فأنا أنصح الشباب not to give up أن لا يستسلموا on their dreams عند تحقيق أحلامهم and to ask for help ويطلبوا دائما المساعدة to learn لكي يتعلموا new things أشياء جديدة. تاني كده يا شباب. learning something new. Last week I learned how to ride a bike. At first I was really scared to get on the bike because I thought I would fall. However, with the help of my older brother, I started practicing in a quiet park. It was hard to balance and cycle at the same time. My brother was patient and encouraged me to keep trying. After a few days of practice, I could ride the bike slowly.
It felt amazing to achieve this goal. I am so proud of myself. I advise young people not to give up on their dreams and to ask for help to learn new things. شوف كده أبطال الكلمات الجديدة. كلمة learning معناها تعلم. ride a bike معناها يركب الدراجة. scared معناها خائف. get on the bike معناها يركب الدراجة. كلمة fall معناها يسقط. quiet park معناها حديقة هادئة، حديقة عامة هادئة يعني. كلمة balance معناها يتوازن. كلمة cycle معناها يركب الدراجة. patient معناها صبور. encourage معناها يشجع. practice معناها يمارس. amazing معناها مذهل أو رائع. achieve معناها ينجز أو يحقق. goal معناها هدف. proud of معناها فخور به. advice معناها ينصح. young people معناها الشباب. شكرا يا شباب، وإلى اللقاء في الدرس القادم مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية. إذا أعجبك الفيديو فضلا وليس أمرا لا تنسى الإعجاب وترك تعليق والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.